بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جمعة مباركة علينا يا رب وعليكم. هنعمل فطار حلو كده خفيف. يلا خليكم معايا كده عشان اوريكم هنعمل ايه. حطينا طاسة على البوتاجاز وهنجلي فيها شوية بطاطس حلوين كده. يلا هوريكم هنعمل ايه. اهو حطينا الطاسة وهنجلي شوية البطاطس. الله الله. يلا حطوا لايك يا حبايبي كده، حطوا لايك، حطوا لايك حبايبي للقناة واعملوا اشتراك حلو كده. اهو احنا بنحمرها اهي. طبعا كلكم حلوين وعارفين بنحمر البطاطس ازاي، انا بوريكم بس ايه فطارنا النهارده بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صل على النبي. بصوا احنا هنعمل الفطار كله في نفس الطاسة دي. بصوا شايفين، هاجلي شوية البتنجان برضو في نفس الطاسة، كله في نفس الطاسة، في طاسة واحدة بس. ايه يا حبايبي، خليكم متابعين معايا. هنعمل في نفس الطاسة، هنعمل الفطار كله في طاسة واحدة. هعمل بتنجان بعد ما حمرنا البطاطس، هنحمر شوية بتنجان. صلينا على النبي، صلوا على النبي يا حبايبي. النهاردة الجمعة وصلاة النبي حلوة جدا، يوم الجمعة بالذات هي صلاة النبي، بتصلي على النبي كل يوم، بس يوم الجمعة واجب ان انت دايما تصلي على النبي كده. اهو يا حبايبي شايفين، اهو حمرناهم اهو متحمرهم. تحطهم على نار هادية، يعني موطية العين خالص كده عشان البتنجان يستوي، عشان ما يطلعش ناشف. اهو متحمرهم يا حبايبي، دينا حمرناهم اهو، وهنطلعهم في الطبق. ولو عندك مناديل، ورق مناديل، تحط تطلعي عليه البتنجان. وبص انا نسيت اقول لكم كمان ايه. انت يوم ما تقطعي البتنجان حطيه في مصفى كده ورش عليه شويه ملح، يقوم ينزل كل الميه اللي فيه وما يشربش معاكي زيت. دي وصفه حلوه كده واقتصاديه عشان الزيت. سيبيه شويه في المصفى كده، بعد ما ترش عليه شويه الملح هينزل كل الميه اللي فيه. اهو يا حبايبي شايفين، اهي في نفس الطاسه برضو هعمل شويه فول. دي بصلايه صغننه كده، دي بتدي طعم الفول ايه جميل. حمرناها وهنحط عليها الطماطم. اهي يا حبيبي نسيب الطماطم طبعا لغايه لما تستوي خالص، دي بتخلي طعم الفول جميل جدا. الله على الريحه، بسم الله ما شاء الله. صلينا على النبي يا جماعه. ابصوا شايفين دي ايه بقى، دي هرسه الشطه. الله الله، جميله هرسه الشطه، متخليها طعمها حلو. اهي يا حبايبي شايفين، انا هستنى لغايه لما تستوي. شايفين انا بدوس عليها كده عشان ايه، اشوف الطماطميه استوت ولا انا بسوي الطماطميه على الاخر. اهو شويه الفول اهم، هنحط عليها الفول. الله الله على الجمال. عايزه اقول لكم ان الريحه رهيبه، والله البصلايه مخليه ريحه الفول جميله بالطماطم. رشينا عليها شويه كمون، وحطينا شويه الملح. الله على الجمال، الله الله على الجمال. الفطار المصري طبعا ما بيخلاش من طبق الفول. الله، وحطينا بصل اخضر بقى وكان ايه، اهو شايفين، ودي ليمونه. الله الله، كلي بقى واشبعي مع البصل الاخضر يا جماله. او تحط شويه مخلل جنب منه. اهو يا حبايبي اديني انا طلعت البتنجان اهو، وادي البطاطس اهو يا حبايبي. بصوا بقى الطبق ده فيه هرسة شطة، هحط عليه معلقة خل، واحط عليه شوية ملح وشوية كمون. اهو يا حبيبي هنقلبه ببعضيه كده.
اهو. الله، شايفين الجمال؟ عصرنا عليه ليمونة اهو، بس معلش عشان هي الهريسة ايه مطلعها من الفريزر. وهرش على البتنجان، وكلي بتنجان بقى ايه رهيب. الله على الجمال، كان جميل ورهيب بصراحة. الله الله يا جماله. صلينا على النبي يا جماعة. هنعمل جبنة بطماطم. دي جبنة براميلي دي اهو يا حبايبي. طماطمايه وحطينا عليها شوية حبة جبنة. حطينا شوية زيت عليها. الله على الجمال. الله جميلة. حطينا عليها شوية كمون من فوق بس. حطينا عليها زيت وشوية الكمون دول اهو يا حبايبي. شايفين الفطار. الله، شايفين شكل البتنجان رهيب. وشوية الفول والجبنة بطماطم، وحطيت جنبي منهم زيتون والبطاطس. يلا حبايبي، يوم عن بركة علينا وعليكم يا رب. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب وايديكم يا رب. يلا حبايبي، عايزة لايك وشير واشتراك في القناة. يلا صلوا على النبي يا جماعة. السلام عليكم.